جينا النهارده نبص على العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، هنلاقيها وصلت لأسوأ مرحلة ليها من عقود. ولو جينا نتعمق في معظم الصراعات اللي موجودة في العالم، هنلاقي إن في القلب منها الصراع الروسي الأمريكي، صراع بيمثل واحدة من أعقد الأزمات الجيوسياسية في التاريخ اللي بتأثر على العالم كله. صراع في أي لحظة قابل إنه يتحول لحرب عالمية ثالثة ويتم فيها استخدام السلاح النووي ويودي العالم كله الكارثة. في الفيديو ده هنغوص في أعماق التوترات اللي بين البلدين ونستعرض الأسباب السياسية والتاريخية اللي أدت للوضع الحالي. عشان كده جيب لك حاجة تشربها. أنا يوسف ابن دويس، هيا بنا. قصتنا هتبتدي سنة 1607 لما اتكونت أول مستعمرة بريطانية، مستعمرة جيمس تاون في الولايات المتحدة. المستعمرات البريطانية فضلت تكبر والنفوذ الإنجليزي يزيد لغاية ما هنوصل لسنة 1755 واندلاع الثورة الأمريكية. وبعد 8 سنين من حركة الثورة الأمريكية بقيادة جورج واشنطن، تقدر الولايات المتحدة تستقل عن بريطانيا ويتم توقيع اتفاقية باريس اللي بتنص على الاعتراف البريطاني باستقلال الولايات المتحدة. ومن أوائل الدول اللي بادرت بتكوين علاقات مع الإمبراطورية الوليدة كانت الإمبراطورية الروسية. الإمبراطورية الروسية اللي كانت في الوقت ده كانت تحت حكم الإمبراطورة كاثرين الثانية، اللي كانت مهتمية بتقوية علاقاتها مع الولايات المتحدة عشان تقدر تواجه النفوذ البريطاني اللي كان بيشكل في الوقت ده تهديد على النفوذ الروسي في آسيا وألاسكا. فروسيا دعمت الولايات المتحدة في حربها مع بريطانيا سنة 1812، وحصل بين البلدين تجارة في مجالات مختلفة زي الفراء والحبوب لغاية ما هنوصل لسنة 1867. الولايات المتحدة تشتري ولاية ألاسكا من روسيا بمبلغ 7,200,000 دولار فقط. في الوقت ده الإمبراطورية الروسية كان عندها خوف إن ألاسكا يتم احتلالها بواسطة بريطانيا عن طريق مستعمراتها في كندا. غير كده تكلفة حماية ألاسكا والجيوش اللي هناك كانت مكلفة بالنسبة للاقتصاد الروسي اللي كان بيعاني في الوقت ده. وولاية ألاسكا منطقة عدد سكانها قليل وشديدة البرودة، فكانت لا تمثل أهمية كبيرة للقيصر الروسي وقتها ألكسندر الثاني، اللي لقاها فرصة لدعم اقتصاده المستنزف نتيجة الحروب المستمرة زي حرب القرم سنة 1856. العلاقة بين البلدين في الوقت ده كانت فل الفل، بس المشاكل تبتدي مع بداية الحرب الروسية اليابانية. الحرب الروسية اليابانية اللي خسرتها روسيا سنة 1904 وخسرت منطقة تسمى منشوريا، لأن الولايات المتحدة قدمت دعم كبير لليابان في الحرب دي. فمن هنا بدأت التوترات بين البلدين، بس نقدر نقول إن لغاية دلوقتي الوضع كان تحت السيطرة والبلدين ما بينهمش عداوة أو ضغينة لغاية ما هنوصل لسنة 1917. شخص يسمى فلاديمير لينين يعمل حرب أهلية في روسيا وينجح في قتل الإمبراطور نيكولاي الثاني وأفراد أسرته. والموضوع طبعا ما كانش بالبساطة دي، يعني الراجل ما صحاش الصبح كده من النوم أنا عايز أعمل ثورة على النظام الروسي. نتيجة قيام الثورة الروسية أو البلشفية وترت العلاقات بين الغرب وخصوصا الولايات المتحدة بروسيا، لأن فلاديمير لينين شيوعي بيحتقر الرأسمالية والرأسماليين، فعشان كده ما اعترفتش بالاتحاد السوفيتي وسحبت سفيرها من موسكو. وفضلت العلاقات في توتر بين البلدين لغاية ما هنوصل للحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الثانية اضطر السوفييت والأمريكان إن هم يتعاونوا لظروف استثنائية اتفرضت على البلدين، وهي صد هتلر والنازيين. وبالفعل قدر البلدين إن هم يهزموا هتلر ويقضوا عليه في 8 مايو سنة 1945. نتيجة الحرب العالمية الثانية وهزيمة الألمان انقسم العالم لمعسكرين، غربي بقيادة الولايات المتحدة وشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي. وكانت محصلة الانقسام ده الحرب الروسية الأمريكية. لكن الحرب الروسية الأمريكية ما كانتش حرب عادية، حرب بيتم فيها استخدام الصواريخ والدبابات، لأن في الوقت ده لو قامت حرب بين البلدين كانت هتبقى حرب نووية. السلاح النووي اللي أرعب العالم في القنبلتين اللي رمتهم أمريكا على اليابان في هيروشيما وناجازاكي، اللي تأثر بيهم 320,000 ياباني ما بين جرحى وقتلى. خصوصا إن العالم عاش معنى الخوف من حرب نووية سنة 1962 في أزمة صواريخ كوبا، لما وضع الاتحاد السوفيتي
السوفيتي ما بين 40 ل 50 راس نووي على أراضي كوبا، ردا على وضع الولايات المتحدة لأسلحة نووية على الأراضي التركية. فالعالم في الوقت ده كان بيعيش فترة رعب حقيقية بسبب الخوف من احتمالية حدوث حرب نووية، وممكن نشوف ده بوضوح في الملاجئ اللي بنتها بعض الدول في حالة وقوع حرب نووية. فعشان كده ولتفادي الدمار اللي تقدر تسببه القنابل النووية، حصل صراع بين الدولتين الأعظم في العالم في كل المجالات، صراع فضاء، صراع تسليح، صراع نشر أفكار وتشويه صورة وسمعة الآخر، صراع تطوير ترسانات نووية. Now I am become death, the destroyer of worlds. الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فضلوا يخشوا في حرب ومخابرات وحرب جواسيس وحروب في الوكالة دمرت بعض الدول، زي الحرب في فيتنام والحرب الكورية اللي انتهت بتقسيم الكوريتين، كوريا شيوعية شمالية وكوريا رأسمالية جنوبية. بس كان في شيء بيميز الولايات المتحدة عن الاتحاد السوفيتي، ألا وهي الفلوس، المصاري. الولايات المتحدة كانت عارفة إن الاتحاد السوفيتي مش هيقدر يواجه أمريكا اقتصاديا، عشان كده كان جزء من الخطة الأمريكية هي استنزاف الموارد المالية للسوفييت، وبالفعل تنجح أمريكا. وواحد من أهم أسباب سقوط الاتحاد السوفيتي هو تدهور الوضع المعيشي للناس. لكن مع الوقت يمسك سلطة البلاد شخص يدعى فلاديمير بوتين. بوتين لما مسك حكم روسيا وجد إن الدولة ضعيفة اقتصاديا وخسرت معظم مناطق نفوسها اللي ورثتها عن السوفييت. والأخطر من كده إن الغرب فتت الاتحاد السوفيتي وحاليا بيسعى لتفتيت روسيا الاتحادية، وده نقدر نشوفه بوضوح في محاولات الشيشان الانفصالية اللي كانت مدعومة من الغرب. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدر في وقت قصير يلملم جراح بلاده ويستعيد قوة روسيا من جديد ويرجع لمحاربة الغرب من تاني، وده بنشوفه بوضوح في عمليات الرئيس بوتين زي احتلال شبه جزيرة القرم سنة 2014 والحرب الحالية مع أوكرانيا المستمرة بقالها أكتر من سنتين. وهنا بقى هنيجي لسؤال الحلقة، ليه على طول في حالة حرب بين الولايات المتحدة وروسيا؟ إنها الجغرافيا يا عزيزي. لو عايزين نلخص سر العداء الروسي والأمريكي في جملة واحدة هتبقى كالتالي: معضلة الأمن والجغرافيا. كل من البلدين شايف البلد التاني تهديد لأمنه القومي ومصالحه، وعشان نقدر نفهم ليه كل من البلدين شايف البلد التاني تهديد بالنسبة له هنحتاج نفهم إزاي عقلية كل من البلدين اتشكلت. هنرجع لسنة 862 ميلاديا. في الوقت ده في منطقة شمال شرق إيران واللي هي كييف حاليا عاصمة أوكرانيا كان بيعيش بعض الشعوب السلافية اللي هم أصل الروس، اللي قرروا يتحدوا ويكونوا مملكة كيفان روس تحت قيادة الملك ريويك. الشعب الروسي أو الشعب السلافي كان بيعيش في سلام في سهل أوروبا الواسع اللي بيبدأ ضيق من بولندا وبعدين يفضل يتسع لغاية ما يوصل ل 2000 ميل على الحدود الروسية. فضلوا عايشين في سلام لغاية هجمات المغول عليهم بقيادة باتو خان حفيد جنكيز خان سنة 1240. لكن في النهاية يقدر السلاف يهزم المغول ويطردوهم من منطقتهم. الشعب السلافي او الروس لما خسروا قدام المغول بدأوا يفكروا في سبب خسارتهم عشان الكلام ده ما يتكررش تاني. في النهاية ادركوا ان سبب خسارتهم ضد المغول هو عدم وجود موانع طبيعية تحميهم من الهجمات الخارجية زي وجود جبال او بحار مثلا. فالحل تمثل ان هم يوسعوا حدودهم لغاية ما يوصلوا لحاجز طبيعي، وفضلوا يتوسعوا لغاية ما وصلت خريطة روسيا للشكل ده. وده بيفسر هي ليه روسيا كبيرة جدا. حروب روسيا التوسعية ما كانش الغرض الأساسي منها بناء إمبراطورية أو نشر فكرة أو دين معين، بل كان الغرض منها تأمين روسيا من جهة الشرق. فحروب روسيا هي حروب شبه وجودية، الروس بيدافعوا عن فكرة أكون أو لا أكون. ففي الحرب العالمية الثانية الروس ما كانوش عايزين يدخلوا الحرب، لكن اللي دفعهم لدخول الحرب هو غزو هتلر للاتحاد السوفيتي في عملية بربروسا سنة 1941 لعدم وجود موانع طبيعية تمنع الجيش الألماني من التقدم الساهل في الأراضي السوفيتية. أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي أمة لا تترك السلاح، ومنذ استقلالها وهي تقريبا في حالة صراع دائم. وبعض المؤرخين بيقدروا عدد الحروب والعمليات العسكرية اللي دخلتها أمريكا منذ استقلالها، ولغاية سنة 2017 بتتقدر ب 188 عملية عسكرية. لكن حروب الولايات المتحدة هي حروب الدولة المطمئنة، حروب هدفها النهائي هو الدفاع عن مصالحها وفتح الطريق لشركاتها اللي هي عصب الاقتصاد الأمريكي، ومش حروب وجودية على عكس الحروب الروسية. ولو خدنا نفس المثال الحرب العالمية الثانية اللي دفع الولايات المتحدة لدخول الحرب هو هجوم اليابان على مطار بيرن هاربر. لكن عملية الهجوم على المطار عمرها ما كانت تهدد الوجود الأمريكي. بعبارة أو بأخرى أمريكا ما كانش فيه خطر وجودي أو خطر بيهدد وجودها كدولة. ولو عايز تعرف عمق الخوف الروسي وعدم شعور الروس
بالامان. قارن جغرافيا روسيا بجغرافيا الولايات المتحده. روسيا بلد شاسع، عدد سكانه قليل، وزي ما ذكرنا من شويه مفيش تقريبا اي موانع طبيعيه تحميه من الحملات الخارجيه. بلد مكشوف، وفوق كل ده ما عندوش اطلاله على بحار العالم تساعده. فاطلالات روسيا البحريه هي على بحار ومحيطات شبه متجمده طول السنه زي البحر المتجمد الشمالي. وعشان تقدر تنفذ للعالم عن طريق البحر الاسود لازم تعدي من المضايق التركيه. نفس الكلام في اطلالتها الشرقيه على المحيط الهادي، لازم تعدي على المضايق اليابانيه. اليابان اللي هي واحد من اكبر حلفاء الولايات المتحده. في المقابل امريكا بلد محظوظ بجغرافيته، من الشمال كندا، من الجنوب المكسيك، وهم بلدين حليفين ولا تقارن قوتهم ولا اقتصادهم بالولايات المتحده. ومن الشرق والغرب المحيط الاطلسي والمحيط الهادي، ومفيش اي خطر او اعداء بيمثلوا خطر وجودي عليه، على عكس الروس اللي عندهم 14 جار. ما بين الجيران دي هتلاقي بلد زي الصين، بلد زي كوريا الشماليه. هنلاقي من الغرب قوه غربيه متحالفه مع الولايات المتحده وحلف شمال الاطلسي اللي تشكل في الاساس لمواجهه روسيا وتحجيم قوتها. ونتيجه للجغرافيا اللعينه دي الروس عندهم هاجس ان هو يمكن احتلالهم بسهوله، والهاجس ده ما هوش مجرد بارانويا او حاله هلع غير مفهومه. فالروس على مدار تاريخهم كان بيتم غزوهم بسهوله، زي بولندا سنه 1605، السويد 1705، نابليون بونابرت 1812، حتى المانيا في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. وعشان كده الروس اتبنوا عقيده الهجوم من اجل الدفاع. فغزوات القياصره الروس وحتى ستالين وبوتين لغايه النهارده هدفها الاساسي هو نقل المحاولات الغربيه في خلق صراع او حرب من داخل روسيا لخارجها. فبالنسبه لرؤساء الروس لا يمكن قبول اي شيء غير ان روسيا تكون دوله قويه. وفي نفس الوقت الولايات المتحده عمرها ما تشعر بالاطمئنان وروسيا بلد قوي. ده معناه ان التوتر هيفضل يزيد، والحرب اللي بين روسيا والولايات المتحده النهارده في اوكرانيا ممكن في اي لحظه تتحول لحرب حقيقيه بين اقوى قوتين عسكريتين في العالم، وتتحول لحرب عالميه ثالثه. ومع الوقت بقرار غير مدروس جيدا من احد الطرفين تبتدي حرب نوويه، حرب مش هيطلع منها حد كسبان والعالم كله هيطلع منها خسران. ومن موقعي هذا أحب أوجه دعمي الكامل لروسيا والحاج فلاديمير بوتين. عارف إن دي ضربة موجعة لأمريكا، يؤلم بس معلش أنا بكره الرأسمالية. بس كده، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الحلقة الجاية.